اليوم قيمة خاصة جدا بالنسبة لي أنا وبالنسبة لكل المتابعين اللي يتابعوا ويسمعوا اليوم فينا. اليوم بنحكوا على قيمة الوطن. قيمة الوطن اللي لا أنا نقدر نعبر عليه ولا حد في العالم يقدر يعبر على انتماء أو حبه لتراب بلاده. وتراب بلاده بعد يكون تراب ليبيا، تراب ليبيا الغالي، تراب ليبيا اللي نحن مهما نحكوا عليه نكون مقصرين في حق هذا الوطن، في حق هذا الوطن الذي عانى، في حق هذا الوطن اللي مرن عليه الأزمات ومرن عليه الحروب ودخل النفوس اللي تبي خرابة وتبي دمارة. الوطن اللي ديما جريح، الوطن اللي مرتحش من النفوس الخبيثة، من النفوس الدخيلة على هذا الوطن وعلى هذا الوطن الطاهر، على تراب الطاهر اللي ارتوى بدماء أجدادنا. وطننا الحبيب ليبيا اللي دائما نحن نعبر به أو نحاول أن نوصفه أن هذا الوطن هو عرضك، شرفك، الوطن هو حسك ودمك ومشاعرك وحياتك كلها. الإنسان اللي ما عندش انتماء للوطن هذا مش إنسان. الإنسان اللي ما عندش انتماء للوطن هذا ما عندش ذرة من الإحساس. الشخص اللي يفكر في خراب البلاد ودمار البلاد وانقسام البلاد وتشتيت النخوة والمحبة وصلة الأرحام بين الليبيين وتفريق الليبيين ونزوح الليبيين وتهجير الليبيين، هذا مش إنسان، هذا ما فيش أي ذرة من الإنسانية. الإنسان اللي دائما يحث ويطالب بلم الشمل وتوحيد النفوس الطيبة وتوحيد النخوة الطيبة وطيبتنا نحن كليبيين. نحن أمتى الليبي قاعد يقتل في أخوه الليبي، أمتى الليبي قاعد يكسى على أخوه الليبي، أمتى الليبي يرضى بأخوه الليبي يهاجر، أمتى الليبي كان يرضى بأخوه الليبي ينزح، وأمتى الليبي قاعد يتابع في نشرات الأخبار ويشوف في دماء الليبيين وهو عنده برود من المشاعر وبرود من الأعصاب. شنو اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ وصلونا الناس اللي دخيلة على هذا الوطن وتبي تفرقنا وتبي تقسمنا وتبي تشلخ النسيج الاجتماعي الليبي القوي، النسيج الاجتماعي الليبي اللي نحن مفروض ندافع عليه، النسيج الاجتماعي اللي نحن دائما مفروض نناشده ونكونوا صد ونكونوا ضد كل النفوس الخبيثة اللي داخلة لليبيا عشان تفرقنا، نكونوا ضد النفوس الخبيثة اللي همها وهدفها الأول والأخير جلوسها على الكراسي وتقسيم الليبيين. نحن أمتى نحن نرضوا أن نحن نكونوا شرق وغرب وجنوب؟ لا، ليبيا واحدة، ما فيش شرق وغرب وجنوب، ليبيا واحدة موحدة. ليش؟ لأن نحن يجمعنا التراب الليبي الواحد. أمتى نحن قعدنا نقولوا أنت العثمان، والله أنت فلان، والله أنت من أي مدينة؟ لا، الليبيين ما فيش مدن تفرقهم، ما فيش أحزاب تفرقهم، ما فيش أي تدخلات تفرقهم. دائما يجمعنا الوطن، الوطن الواحد. نحن طموحنا كشباب، تعب الشاب الليبي، والله تعب، والله تعب الشاب الليبي. ما عادش قاعد مفكر أمتى يتزوج، قاعد ما عادش يفكر أمتى يبني مستقبله، ما عادش قاعد يفكر أمتى يكون عنده وظيفة توفر له ولو مبلغ مالي حوشه على جنب باش يتزوج بنت الحلال ويتقدم لبنت الحلال. وانتو الزواج أصبح الموضوع صعب، الطموح أصبح عند الشباب وشغفه في الحياة أصبح صعب. فليش نحن وصلنا لهذه المرحلة؟ ليش؟ لأن ما فيش تكاتف، ما حطيناش يدينا في دين بعضنا وقلنا لا، نحن لدولة البناء ودولة المؤسسات والقانون. ما فيش حد يحكمنا، تحكمنا نخوتنا ويحكمنا ضميرنا ويحكمنا في الأول والأخير ديننا الإسلامي، دين التسامح، دين التسامح اللي يلم وما يفرقش. نحن بعد نسمع ولو شخص أصيب حتى بمرض في مدينة معينة نزعله، توا أصبحنا نسمع في فلان مات وفلان انخطف وفلان انقتل وفلان هجر وفلان نزح. أصبح الموضوع نستقبله فيه بكل برود أعصاب. يعني هم هدفهم الأول والأخير قتل الحس والمشاعر داخلنا، قسوة قلوبنا. هدفهم أنه نحن نقسو على بعضنا،
إن نحن نرضوا في الأخير والأول، إن نحن ما نرضوش بالتقسيم وتفريق الليبيين، لا، بس هم هدفهم إنما يقسون من الداخل عشان نحن نرضوا بالواقع وتنقسم البلاد. فإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله ليبيا فوق الجميع، وليبيا فوق كل غدار وحقود وحسود، وكل ليبي إن شاء الله بإذن الله ياخذ بعين الاعتبار إن كل شخص هدفه الأول والأخير تفريقنا، لا، هو الخاسر، ونحن اللي نحن فايزين، ونحن بإذن الله فوق كل شيء الله سبحانه وتعالى، وينظر في كل عزيز وفي كل شيء، يدعي في السجدة ويدعي إن شاء الله ربي يوحد البلاد وربي يلم الشمل الليبيين. وأنا من وسط قلبي إن شاء الله ربي يلم شمل الليبيين، وربي يوحد ليبيا ويحفظ ليبيا ويحفظ عروس بحرنا طرابلس، ويوحد كل المدن الليبيين. وإن شاء الله بإذن الله تنتهي الحروب، لأن بصراحة ملينا وفدينا وكرهنا حياتنا من داخل هذه النزاعات والأحزاب والسلطة اللي تكون هدفها الأول والأخير التفرقة وليس الأمن.